السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي فعلا كيحدد الأنوثة ديالنا بلا ما نهضروا، بلا ما نستعملوا كلمات كثيرة. الموضوع ديالنا هو لغة الجسد. واش عمرك حسيتي بشي واحد كيعطيك إحساس بالجاذبية والثقة بلا ما يهضر؟ اكيد غتكون طرات ليك مرات ومرات. هاد الشيء لالا جا من لغة الجسد، من الحركة ديالنا، طريقة المشي، الجلوس وحتى الابتسامة كتعكس الأنوثة ديالنا بطريقة طبيعية وسحرية. دابا خودي ورقة وستيلو وكتبي معايا هاد النقط باش حتى انتي تولي عندك جاذبية وسحر بدون مجهود. اول حاجة مهمة هي الوقفة ديالك والجلسة ديالك. وقفي مقادة مستقيمة، ماشي محنية وكتافك هابطين. كتافك يكونوا مرتاحين ومفتوحين وراسك مرفوع. هاد الوضعية كتخليك تيقي في راسك وكتباني أنثوية. نفس الشيء مع الجلسة ديالك، ديما ركزي على ظهرك يكون مستقيم ورجليك يكونوا مرتاحين. تاني حاجة هي المشية ديالك، حتى هي مهمة بزاف. خلي خطواتك متوازنة وراقية. الحركة ديال المشية ديالك تكون طبيعية وبدون تصنع. كوني عفوية، ما تديريش خطوات متباعدين بحال الراجل واليدين شي لقدام شي اللور. لا، مشيتك تكون بحال شي قطة. عرفتي قطة اللي عندكم في الدار ولا تشوفي قطة في الشارع؟ ركزي مع المشية ديالها، غتشوفيها كتمشى بكل أنوثة والخطوات بالقياس. وركزي على وسط الجسم ديالك. الأنثى وسط الجسم ديالها أو الورك والخصر تم هو مركز الأنوثة، تم هو مركز الرحم ومنبع الهرمونات الأنثوية. ركزي معاه في المشية ديالك، ركزي بحال مركزة مع شي لحن موسيقي اللي كتكون المشية ديالك متوازنة والخطوات ديالك متقاربين. غيكون واحد الحركة انسيابية في وسط الجسم ديالك كتكون أنثوية وجذابة. ثالث حاجة هي حركة اليدين ديالك. ما تخليش يديك يبان عليهم التوتر. ما تبقيش تهضري ويديك متشابكين وكتشابكي في صباعك. حركيهم بلطف وانتي كتهضري بطريقة طبيعية وناعمة. رابع حاجة هي الابتسامة والنظرات. ابتسامتك تكون طبيعية ودافئة، وسنانك يكونوا نقيين، ونظرة عينيك تكون مباشرة ودافئة. هادشي كيخلي الناس اللي قدامك يحسوا بالراحة معك. خامسا، الصوت ديالك راه حتى هو جزء من لغة الجسد. نبرة الصوت ديالك تكون هادئة وواضحة ومعتدلة. الصوت ديالك ما يكونش عالي وما يكونش منخفض بزاف حتى كيولي الشخص اللي معاك ما كيسمعكش مزيان. هكا كتبان هضرتك جذابة وراقية وبلا مجهود. باش تبداي ماشي ضروري تديري تغييرات كثيرة دفعة واحدة. البداية دائما تكون خطوات صغيرة ولكن مستمرة. ديري خطوات صغيرة في البيت، في الخدمة، مع الأصدقاء ديالك، وغادي تلاحظي التغيير مع الوقت. هاد الحركات غادي تولي جزء منك بلا ما تحسي، وكتولي الأنوثة ديالك مبهرة وطبيعية. هذه كانت حلقتنا اليوم على لغة الجسد. جربي هاد النصائح وعيشي التجربة ديالك.